عمرك فكرت ليه في أيام بتحس فيها إنك مليان طاقة وحيوية وثقة، وأيام تانية بتحس فيها بالعكس تماما؟ السر غالبا بيكون في هرمون واحد بسيط لكنه قوي جدا، وهو التستوستيرون. ده مش مجرد هرمون عادي، ده الوقود اللي بيشغل جسمك وعقلك كراجل. لما مستوياته بتبقى عالية بتشوف نفسك أقوى وأنشط وأكتر تركيز، لكن لما تقل تبدأ تحس بالتعب وعدم الحماس وحتى الضعف في الأداء البدني والعقلي. في الفيديو هنتكلم عن أسرار التستوستيرون وإزاي ترفع مستوياته طبيعي بأساليب علمية متجربة. لو افترضنا إن مفيش حد يعرف إيه هو التستوستيرون، عشان كده هيجي أول سؤال في باله، وهو إنه يقول إيه هو التستوستيرون؟ إيه الهرمون ده؟ التستوستيرون ده بنسميه هرمون الرجولة، مش بس عنصر بيأثر على جسمك، لأ، ده الأساس اللي بيميزك كراجل ويفرق الراجل عن الست. ده الهرمون اللي بيديك القوة البدنية، الطموح، التركيز اللي محتاجه عشان تكون متفوق في كل جوانب حياتك. بيتفرز التستوستيرون ده بشكل أساسي في الخصيتين، وده بيحكم على كل حاجة في حياتك، من نمو عضلات لزيادة قوة بدنية لحد المزاج العام بتاعك والتفكير العقلاني بتاعك. عشان كده ده مش مجرد هرمون موجود عشان يخليك عايش، لأ، ده الهرمون اللي بيخلي عندك شخصية قوية وتكون محارب حقيقي. لما مستويات التستوستيرون ده عندك في أعلى حالاتها، جسمك بيكون جاهز لأي تحدي، عقلك بيكون حاد، وحواسك بتكون متيقظة بشكل رهيب، بتحس بقوة غير عادية في جسمك، وزي ما تكون قادر تسيطر على كل حاجة حواليك. وده مش مجرد كلام، لأ، ده هو سر الجاذبية الحقيقية. حتى كمان لما بيشوفك الناس بيشوفك على إنك شخص قوي واثق وقادر على. التستيرون ده مش بيأثر على أعضائك من جوه فقط، ولكن بيأثر على شكلك وطبعك من بره. ملامحك بتكون حادة رجولية أكتر. لكن لما التستوستيرون يبدأ يقل، الأمور بتتغير تماما. الطاقة بتقل والقوة بتضعف وحتى المزاج بيبدأ يتقلب. تبدأ تحس إنك مش في أفضل حالاتك، كأنك في سباق لكن مش قادر تجري على نفس السرعة. نبدأ بقى بأول حل من الحلول اللي أنا قلت لكم عليها. أول حاجة وهي طبعا الرياضة. وأنا بقولك الرياضة هنا أقصد بيها إنك تعاني بدنيا. المعاناة، جسمك كبني آدم مخلوق عشان يعاني، بالذات انت كراجل. أيام زمان كانوا بيجروا لأميال وبيمشوا لكيلوهات، واحنا هنا دلوقتي لما نيجي نمشي خطوتين بنتعب، فاهم؟ لكن ده مش اللي احنا عايزينه. مش عايزين المجتمع والإعلام يأثر على ذهننا ويخلينا ايه ده مسافة طويلة مش هنقدر نمشيها. لا، تقدر. التمرين الرياضي انا بقول لك عليه لان عارف ان اغلبيه الشغل الحالي شغل على المكتب، وقليل قوي الناس اللي بتشتغل في اسمه ده في المصانع وبتشيل والحاجات دي كده، فاهم؟ التمرين الرياضي مش مجرد نشاط بدني بس، لا، عشان تحرق شويه سعرات حراريه او تبني عضلات. التمرين هو واحد من اقوى الطرق لرفع التستوستيرون في جسمك بشكل طبيعي. لما تمارس الرياضة بشكل منتظم، خصوصا تمرين القوة، هرموناتك بتشتغل لصالحك، وانت بتحقق أقصى استفادة من الجهد اللي بتبذله ده. عشان كده الحل الوحيد هي التمرين المركبة. التمارين المركبة دي بتشتغل على كذا عضلة، زي مثلا السكوات، ديد ليفت، الضغط. هي التمارين اللي بتشتغل أكبر عدد من العضلات في جسمك في نفس الوقت. لما تشتغل على مجموعات عضلية كبيرة زي الرجل، الصدر، الظهر، ده بيحفز جسمك على افراز التستوستيرون بشكل اكبر. وده مش كلام ملوش معنى، لا، ده علم حقيقي ومتجرب، فاهم؟ التدريب على تمارين مركبة بيخلي جسمك بيبدأ يفرز كميات أكبر من الهرمونات. وده مش بس بيحسن نمو العضلات، لكن كمان بيعزز القدرة على التحمل والقوة البدنية. كل ما زودت التمارين دي، كل ما كانت النتيجة بقت أفضل ليك. تمارين عالية الكثافة دي نوع من أنواع الكارديو، لكن بيكون شديد جدا، بيتمرنوا لاعبين الرياضات القتالية. لو كنت حابب تدفع جسمك لأقصى حدود، جرب التمارين دي. التمرين ده بيتضمن فترات قصيرة من العمل الشاق، بعدها فترات راحة قصيرة، فاهم؟ التمارين دي بتحفز إنتاج التستوستيرون بشكل سريع وفعال، لأنه بيشتغل على الجسم كله وبيزود مستويات الطاقة بشكل واضح. لو انت مثلا جيت تتمرنه هتحس انك مش قادر، بتتعب، مش عارف ايه، لكن هو بيزود الطاقة بشكل واضح جدا.
التمارين المنتظمة. عشان تضمن انك بتحافظ على مستوى التستوستيرون في اعلى حد لازم تكون عندك استمرارية في التمارين دي، ما تكونش عشوائي، ولا تتمرن تمارين مرهقة مبالغ فيها من غير راحة، لان دوت هيسبب في انخفاض مستويات التستوستيرون، وده بسبب انك بتجهد نفسك زيادة عن اللزوم، وده مش مفيد ليك. لازم يكون في توازن بين الجهد والراحة. التوازن بين القوة والتمارين الهوائية. زي ما احنا عارفين ان تمارين القوة مهم جدا، لكن كمان التمارين الهوائية زي الجري او السباحة ليها دور كبير جدا، لان هي بتحسن الدورة الدموية وبتعزز قدرة الجسم على افراز الهرمونات بشكل افضل. المهم هو الحفاظ على التوازن بين القوة والتمارين الهوائية، لان هما الاتنين بيساهموا في رفع مستويات التستوستيرون، وحافظوا على الجسم انه يكون في صحة افضل. تاني حاجة وهي النوم. النوم ليه تأثير كبير على التستوستيرون. النوم مش رفاهية، النوم ده ضروري جدا جدا، لأن هو بيحكم على صحتك الجسدية والعقلية. لو عايز تبني جسم قوي فعلا وتزود مستويات التستوستيرون، لازم تعرف إن النوم هو أحد العوامل الأساسية اللي بتأثر بشكل مباشر على الهرمونات في جسمك. مش بس النوم العميق، لأ، لكن التوقيت والجودة هما كمان أساسيين في تحسين المستويات دي. عشان كده أول سؤال هنسأله، النوم بيأثر ازاي على التستوستيرون؟ أقول لك أنا، التستوستيرون مش هيرتفع من خلال تمارين الرياضة والتغذية، لأ. لو مش هتنام كفاية، الدراسات أثبتت إن جزء كبير من إفراز التستوستيرون بيحصل خلال النمو بيحصل خلال النوم العميق، وخاصة في المراحل الأولى من النوم. جسمك مش بس بيستريح، ده بيبدأ يعيد بناء العضلات وتجديد الطاقة، وكمان بيفرز هرمونات زي التستوستيرون. لما تنام لفترة كافية من 7 ل9 ساعات، جسمك بيسهر على الوقت الكافي لإنتاج الهرمون ده. النوعية أهم من الكمية. عشان تكون في أعلى مستويات من التستوستيرون، مش بس عدد الساعات هو اللي مهم، لكن نوعية نومك هو اللي مهم. النوم العميق هو المرحلة اللي بيحصل فيها أكبر إفراز للتستوستيرون. لو انت بتنام بقى لو انت بتنام لكن نومك مش عميق، او بتتعرض لانقطاعات في نومك، ده ممكن يقلل من مستويات التستيرون عندك بشكل كبير. المهم انك تتأكد انك نمت في بيئة هادية مظلمة بعيدا عن المشتتات، التليفون او التابلت او اي حاجة بتطلع راديشن وانت نايم، لان ده بيأثر عليك وعلى عقلك وعلى بعض أجهزة جسمك. النوم العميق وتأثيره على هرموناتك. في النوم العميق بيدخل جسمك في مرحلة اسمها ال REM Rapid Eye Movement، اللي فيها الجسم بيكون في أقوى حالات التعافي. خلال المرحلة دي الجسم بيفرز التستوستيرون بشكل مكثف، وده بيحصل بشكل رئيسي في أول 3 ساعات من النوم. عشان كده لو بتنام 4 ساعات بس، أو مش بتدخل في النوم العميق بشكل كافي، مش هتقدر تستفيد من المزايا دي. طب ايه التأثير السلبي لقلة النوم؟ الحرمان من النوم مش مجرد بيأثر على مزاجك بس، لا، ده كمان بيسبب في تدهور مستويات التستوستيرون وتدهور حالة جسمك بشكل عام. الدراسات العلمية أظهرت إن قلة النوم أقل من 5 ساعات بتقلل من مستويات التستوستيرون بنسبة تصل من 15 ل20% خلال أول أو تاني يوم. فاهم؟ يعني شوف انت بقى لو بتنام بقى أسبوع ما بين ال4 ل5 ساعات، شوف انت بقى ايه نومك بيكون عامل ازاي. ده بيأثر على الأداء البدني، لكن كمان بيأثر على التركيز والإنتاجية، حتى حياتك الجنسية مش تكون في أفضل حالة. خش بقى على الحاجة المهمة جدا، وهي النصايح اللي هتحسن من جودة نومك. أول حاجة وهي إنك تنظم مواعيد نومك. خلي مواعيد نومك ثابتة كل يوم عشان جسمك يعرف إمتى يجهز نفسه للراحة. تاني حاجة، تهيئة بيئة النوم إن هي تكون هادية، غرفة مظلمة، درجة حرارة معتدلة، تجنب أي ضوضاء. فاهم؟ تالت حاجة، ابعد عن الشاشات قبل النوم. التليفونات أو الكمبيوترات اللي بتصدر ضوء أزرق بيأثر على إفراز هرمون الميلاتونين، اللي بيساعدك على النوم العميق، فاهم؟ رابع حاجة وهو التمارين زي تمارين الاسترخاء، زي التأمل أو التنفس العميق، عشان يهدي جسمك وعقلك قبل النوم. لكن التأمل لما تيجي تعمله ما تقعدش وتربع، عشان الحركة دي حرام
ومش هتكون افضل حاجة ليك. لكن انت كمسلم ممكن تبدل التأمل ده بالصلاة. الصلاة تكون بتصلي بخشوع، مش تصلي كده وخلص بسرعة، لا تصلي بخشوع. ده هيهدي ايه ويخليك تحس بالاسترخاء والراحة. الخلاصة إن النوم مش مجرد وقت للراحة، ده وقت إنك تستعيد طاقتك وزيادة مستويات التستيرون بشكل طبيعي. ولو عايز تكون أقوى أو أصغر أو أكتر نشاط لازم تكون جاد في نومك، مهتم بجودة نومك، لأن ده هيساعدك مش بس في تحسين مستواك البدني لكن كمان في الحفاظ على مستويات التستوستيرون إن هي تكون عالية عندك. تالت حاجة التغذية. التغذية هي الأساس اللي بتبني عليه كل حاجة في جسمك، وخاصة لما تيجي تتكلم عن هرمون زي هرمون التستوستيرون. مش لازم نكتفي بالأكل بشكل عشوائي أو عشان نملى معدتنا، لأ لازم تفكر في إن كل وجبة هي فرصة لرفع مستويات التستوستيرون. أول حاجة إنك أول ما تصحى من النوم أول وجبة هتاخدها هي ولا حاجة. أي والله، ولا حاجة. صيام. كده معدتك لازم تكون فاضية، ما تملهاش. أول 4 ساعات من نومك ما تملاش، أو ساعتين، ساعتين يا عم، أول ساعتين من نومك ما تاكلش أي حاجة، كده معدتك فاضية، ما تحطش فيها أي حاجة، اشرب مية بس. فاهم؟ لكن بعد كده الوجبات التانية، آه، فطارك غداك عشاك بيكون وجبات فيها أكل فعلا صحي، أو يكون أكل طبيعي ولكن بتاكله بطريقة صحية، تاكله صح. مش بتاكله بطريقة عشوائية، مش بتاكل وانت بتهبر، بالراحة، وبتاكل بالراحة وبتاكل بطريقة صح. ساعتها كده هرموناتك هتشتغل لصالحك مش ضدك. وخليني كمان أعرفك على الأطعمة اللي بتزود وبتعزز الهرمون ده. أول حاجة اللحوم الحمراء والدواجن. أنا كنت كاتب التفاصيل في الموضوع دوت. أنا كل وجبة هقولها لكم، ولكن أنا هضطر أقول لكم الأطعمة بس بالسرعة عشان إيه شكل الفيديو ممكن يطول. فاهم؟ أول حاجة اللحوم الحمراء والدواجن. آه عشان اللحوم الحمراء لان هي مهمه جدا، لان هي فيها زنك، والزنك دوت هو المعدن الاساسي اللي بيساعد في انتاج التستوستيرون. هو اللي بيعمل تحفيز للغده النخاميه والخصيتين عشان يعرفوا يبداوا ان هم ينتجوا التستوستيرون. والدواجن برضو مصدر غني بالبروتين والنيكوتين. تاني حاجه المكسرات والبذور فيهم احماض دهنيه صحيه وزنك. آه، تالت حاجة الأسماك الدهنية برضو فيها أحماض دهنية وهي الأوميجا 3، وده ليه فوائد كبيرة جدا وعظيمة. رابع حاجة الأطعمة الغنية بفيتامين دي. فيتامين دي دوت ممكن تحصل عليه من كل حاجة. عندك صفار البيض، الأسماك الدهنية، وممكن تحصل عليه من تعرضك للشمس. كل ما تتعرض للشمس هيبدأ جسمك إن هو يصنع فيتامين دي تلقائيا لما تتعرض ليها. هو مش مهم بس للعظم، لكن ده مهم وعنصر من العناصر الأساسية إن هو هيرفع لك التستوستيرون. خامس حاجة الزيوت الصحية زي زيت الزيتون، زيت جوز الهند، ده برضه زيوت دهنية غير مشبعة ومهمة جدا لجسمك ولصحتك. كده ممكن تتجنبها، هتفيدك جدا جدا، وهي السكريات المكررة والكربوهيدرات. بطل بص، مش هقول لك بطل، ممكن تقلل من السكريات دي وتقلل من الكربوهيدرات، تخليها كربوهيدرات معقدة. فاهم؟ ما تاكلش كده ايه الحلويات والمشروبات الغازية والأطعمة اللي هي ايه عالية بالكربوهيدرات. فاهم؟ تاني حاجة الدهون المهدرجة، المقليات بقى والوجبات السريعة والحاجات دي كلها. فاهم؟ ابعد عنها خالص. ولو يا عم هتاكل كل وجبة أو وجبة في الأسبوع، ابدأ خد الموضوع تدريجيا، ما تاخدلوش مرة واحدة أنا هقطع. فاهم؟ قلل واحدة واحدة. تالت حاجة الأطعمة المصنعة والمعلبة. فاهم؟ ده قطعه، ولا سجق ولا نقانق ولا أي الحاجات الهبلة دي. ابدأ ابعد عن الحاجات دي لأن هي كلها مليانة مواد كيميائية ومواد حافظة وهتدمرك. خش كده على المكملات الغذائية. لو انت مش هتعرف تقدر تاكل كمية الأكل ده كله، اللي هي العناصر الزنك واللي لا، ممكن تجيب لك مكمل زنك ومكمل فيتامين دي. والهرمونات والفيتامينات التانية ممكن تبدلها بمالتي فيتامين، ده مليان فيتامين كتير جدا. فاهم؟ كده خلصت موضوع الجسم ده. فعشان تبدأ بجد، عشان تبدأ تحسن جسمك من جوه فعلا،
لازم تدخله حاجات كويسة، فاهم؟ عشان تبدأ تحسن جسمك من بره. لازم تنضف جوه، وعشان تنضف جوه لازم تدخل حاجة كويسة جوه. وهكذا في دماغك، عشان تنضف دماغك لازم تدخل حاجات في دماغك صح كويسة، تسمع كويس، تشوف حاجات كويسة، فاهم؟ الحد من التوتر. التوتر هو العدو الصامت اللي بيدمر صحتك الجسدية والنفسية، بيأثر بشكل مباشر على مستويات التستوستيرون وصحتك. لو انت راجل بتهتم ببناء قوتك جسمك وسعادتك العقلية، لازم تكون فاهم ان التوتر المستمر بيقلل بشكل كبير من انتاج التستوستيرون. لما تبقى في حالة توتر دايم، جسمك بيبدأ يفرز هرمون الكورتيزول، اللي هو هرمون التوتر. الكورتيزول ده بقى بيشتغل ضدك بقى يا معلم. أول حاجة بيقلل مستويات التستوستيرون، بيأثر على قدرتك على التعافي وبناء العضلات. يعني حتى وانت بتتمرن وتمريناتك وتعبت في التمرينة، هيقف ضدك ومش هيخلي العضلات تتبني. عندي بقى في طرق فعالة عشان نقدر نحد من الموضوع ده. أول حاجة زي ما قلت لك، التأمل والتركيز الذهني. التأمل هو من أفضل الطرق اللي تهدئة عقلك. وأنا قلت لك من شوية إن الصلاة برضو من ضمن نوع من أنواع التأمل. الصلاة بخشوع، فاهم؟ لو أنت مش مسلم ممكن تبدأ تتأمل بالطرق اللي تريحك من 10 ل15 دقيقة يوميا. دي كافية عشان تقدر تحسن من مستوى التستوستيرون، يعني تحسن من صحتك، يعني تحسن من صحتك النفسية. ودي مهمة جدا عشان تبدأ نفسيتك تكون كويسة. كل ما كانت التستوستيرون هيبدأ يزيد كويس، فاهم؟ ويقل مستوى الكورتيزول، ويبدأ يتحسن التركيز العالي عندك. تاني حاجة التنفس العميق. هبقى أعمل فيديو كامل على موضوع التنفس العميق ده. تالت حاجة الرياضة، ده لا شك يعني. خامس حاجة التواصل الاجتماعي، إنك تقعد مع أصحابك، عيلتك، تعمل نشاطات ممتعة مع الناس اللي بتحبهم. ده بيقلل من مستوى التوتر ويزود من إنتاج التستوستيرون. الجنس أو السكس، ده ممارسة الجنس مش بس وسيلة آه للتسلية أو للمتعة الجسدية، لا ده كمان تأثير مباشر على صحتك العامة وعلى هرموناتك، وخاصة هرمون التستوستيرون. كتير من الناس جدا مش مدركين إن العلاقة الجنسية ليها فايدة، لكن الحقيقة إن ممارسة الجنس بشكل منتظم وصحي ليه تأثيرات إيجابية وقوية على مستويات هرموناتك بشكل عام، وعلى مستوى التستوستيرون بشكل خاص. والناس البهايم، أنا بتكلم هنا الناس المتجوزة تمارس الجنس بشكل صحي مع أزواجهم، مع الناس اللي بيحبوها فعلا. مش بيروحوا يجيبوا واحدة بنت بتناكة يعملوا معاها زنا لمجرد بس ان هم عندهم احتياج عاطفي او احتياج مش عارف ايه، وعايزين يرموه، او شافوا ان البت دي موزة ورايحين يرموا ياخدوا البت دي ويعملوا معاها، فاهم؟ لكن انا بتكلمش عن كده. انا بتكلم ان البتاع ده يكون بشكل منتظم وصحي. واحدة بتحبها، انت فعلا بتحبها من قلبك، آه بشكل صحي منتظم، فاهم؟ مش في موسم التزوج هو 24 ساعة. الناس اللي بتحبها، فاهم؟ تعمل الحاجات دي، مش واحدة ماشية في الشارع عجبتك تظهر، ولا عجبتك بالزهق فقلت ما اروح. لا، دي مش رجالة، اللي بيعملوا كده مش رجالة. الجزء اللي بعده هي ان انا هقول لك فيه بعض العادات الوسخة اللي انت لازم تبعد عنها، عشان العادات دي هتأثر عليك بشكل سلبي جدا. ومنها إدمان الكحول. تاني حاجة وتاني عادة وسخة، وهي عادة السرية الإباحية، بيكون تأثيرها ابن متناكة على التستوستيرون. لما تيجي تفكر كده معايا كده، لسه قايلك لسه قايلك إن التستوستيرون ده بيبدأ ينتج في الخصيتين. لما أنا أجي بقى أكون واكل أكل كويس وبتمرن وبعمل وفجأة تك 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 تك، طلعت كل حاجة. كل الطاقة طلعوا في ده بتاع قد كده، حبة قد كده، فاهم؟ وانت مش بتطلعهم مرة في الأسبوع، انت بتبدأ تطلعهم كتير، مرة مع مرة مع مرة. ممكن في ناس بتطلعهم 4 5 مرات في اليوم. وده يعني ده مضر فشخ جدا لجسمك ومستويات التستيرون عندك. ده غير كمان اللي بيطلع مش بيطلع وهو بيتفرج على انمي، لا ده بيطلع وبيتفرج على 6، فاهم؟ فبالتالي ده بيأثر كمان على عقلك،
وعلى بتدخله لعقلك. انت عقلك بيشوف كده ايه، شوية ناس ملط قدام بعض بينيكوا في بعض بيعملوا مش عارف ايه، شوية حاجات سلبية، وكل واحد بقى ايه ومزاجه، هو واحد بيتفرج على واحد جنس اللي هو ايه السادي ده، اللي هو بيقعدوا يضربوا في بعض، والجنس مش عارف ايه، والجنس الايه، انواع، فاهم؟ فده بقى شوف بقى انت بتأثر على على عقلك ازاي. رغم من كده الموضوع ده بيعتبر حساس بالنسبة لناس كتير، لكن المشكلة ان هو لازم يكون واعي للتأثيرات دي، لانه بيبوظ جسمه بشكل رهيب، فاهم؟ عشان كده لازم تبدأ تقلل من الموضوع دوت. وانا هبدأ ايه اقول لك على ايه، اعمل فيديو تاني يتكلم عن ازاي تتخلص من العادات السلبية دي. العادات السرية بتؤدي لإفراز الهرمون دوت، وهو هرمون بيأثر سلبا على إنتاج التستوستيرون، وبيقلل من الرغبة الجنسية، وبيضعف القدرة على أداء التمرينات. بالإضافة بقى للتأثيرات بقى السلبية على الطاقة والقدرة الذهنية، تخليك تحس إنك أنت غبي مش قادر تركز. الاستمرار في العادة السرية ده والإفراط فيها بيؤدي إلى تدهور هرموني. تلاقي بقى إيه، ودانك كبرت، مش عارف سكر رفعت، في حاجات كده بتحصل في جسمك كده بشكل إيه يعني غريب، فاهم؟ تالت حاجة بيأثر على دماغك، اللي حقيقة بتأثر على دماغك. انت واحد شايف ناس مالطة قدامك، انت انت بتدخل لعقلك، انت بتدخل لعقلك حاجات بنت وسخ. انت عايز ايه؟ عايز عقلك يكون ذكي جدا وعبقري؟ مستحيل. بتربطك بالاكتئاب والقلق. العادة السرية بتربطك بالاكتئاب والقلق. الإفراط في العادة السرية والإباحية مرتبط بشكل كبير بالمشاعر دي، لأن هي الأشعار دي مساهمة بتساهم في بناء أفكار غير واقعية عن الجنس، يؤدي إلى خيبة أمل نفسية عاطفية. والنوع دوت من القلق والاكتئاب بيأثر بشكل مباشر على التستوستيرون، بيحفز إنتاج هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون إيه التوتر، وده بيؤدي إلى تقليل مستويات التستوستيرون تاني. كل ما زادت مشاعر القلق والاكتئاب كل ما قل التستوستيرون. يعني أنت راجل يعني في البلح أنت كده مبقتش راجل أصلا. إيه إيه والتستوستيرون يقل، الاستروجين يقول لك ايه، انا اهو، انا اهو، انا اهو، ويفضل يطلع. وايه والاستروجين ده بتاع ايه، بتاع الستات. عشان كده لما تيجي تبعد لازم تبعد عن الحاجات الوحشه دي. عشان كده كخ ولا ايه؟ عشان تبعد عنها، ابعد عنها بص بالتقليل. التقليل كويس جدا الموضوع ده. وزي ما أنا قلت لك هعمل عنها فيديوهات، وهعمل عنها شويه بودكاستات كده عن المواضيع دي. هتلاقيها في القناه اللي تحت، القناه الجديده ان شاء الله. هبدأ أنزل فيها شوية بودكاستات كده مميزة، هتحبوها جدا. يعني انت كل واحد وحر يعني، فاهم؟ اللي يحبها يحبها واللي ما يحبهاش ما يحبهاش، فاهم؟ ولكن اللينك بتاعها في البايو، ما تنسوش تتابعوها عشان نبدأ ننزل ايه حلقات، ويكون في عدد كبير من الناس هناك، عشان ايه؟ لأن الناس مهتمة يعني. من ضمن الحاجات اللي لازم تتجنبها وهو الوزن الزايد. الوزن الزايد طبعا يعني انك تكون راجل بليس يا دهنة، مش افضل حاجة.